صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. النهارده جايب لك جيم من اخطر ما يمكن، والجيم ده كان لبطل العالم ويليام شتاينتز. وجدير بالذكر ان ويليام شتاينتز اول بطل عالم في الشطرنج. خليك معايا، المات هتعجبك جدا جدا. يعني اساسا الافكار الهجوميه وفكره الميت والسيكونس بتاعها هتبدا بعد ما الخصم يسلم. تخيل، هو بيلعب حد اسمه كيرت، وويليام شتاينتز بيلعب بالابيض وبدا اي 4 اي 5 نايت اف 3 نايت سي 6 ودخل في الايطاليان جيم بفكره البيشب. طبعا ضغط مستمر على الاف 7 بون، يرد بديفلوبمنت للبيشب بتاعه في السي 5. ويليام شتاينتز على طول يزق السي 3 محضر لفكره الدي 4 بضرب السنتر، وهنا كيرت يطلع بالنايت في الاف 6 محضر ان هو يبيت، ولكن الدي 4 على طول اتلعبت من ويليام شتاينتز ولوجيكال ثينكينج ان انا هاكل بالبون، وساعتها ويليام شتاينتز يتيك باك البون بتاعه، وهنا يلاقي كش قدامه يضطر ان هو يبلوك بالنايت. كل دي افكار بسيطة جدا في الاوبننج، لوجيكال جدا. بعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل. اول غلطة من كيرت هو انه زق الدي 5، ولكن كان الافضل ليه انه ياخد البون على طول لان النايت متثبت وما يقدرش يتيك باك، ولكن هو لعب الدي 5. وهنا على طول ينقض ويليام شتاينتز على الدي 5 بالبون عشان ياكل بالنايت. كيرت ضاغط اكتر على النايت المتثبت. شتاينتز قال له لا في ضغط ولا حاجه، انت بتمثل، انا هبيت وماليش دعوه بيك. قال لك ازاي ده كده فري بون؟ انا ممكن بكل بساطه اخد النايت. بون تيكس، البيشوب تيكس، ضاغط على الروك. ولكن هنا في تكتيك مهم جدا، انا هطلع بالكوين بتاعي في البي 3 ضاغط على الاف 7 بون. الاف 7 بون من ارخم ما يمكن، وطبعا لو بيت باكل البيشوب بكل سهوله. هتقولي طيب انا هاكل الروك ونشوف، انا عندي نايت وبيشوب وكوين جنب الكينج وممكن احمي الميت. هقول لك ماشي، بس كده انت فتحت لي هجوم خطير جدا. اولا انا هاخد البون بتشيك، ولما الكينج يخش في الاف 8 يستخبى ورا البيشوب بتاعك، على طول هطلع بالبيشوب عامل تشيك. هيضطر ان هو يرجع يحمي بالنايت بلوكينج، وساعتها العب لعبه خطيره جدا وهي بيشوب جي 8. فكره البيشوب جي 8 لو كل بالروك بهذا الشكل بنط بالنايت، هنا عايز تشيك ميت. هتقول لي هيمنعها ويجي بالكوين في الاي 8، على طول هياخد الاف 3 تشيك بالكوين، يكفر بالبيشوب، اكل البيشوب بكل بساطه، النايت ما يتحركش، ولما الكوين يجي باكل بتشيك ميت. طيب نخلينا في اللي اتلعب في الجيم. كيرت كان شايف الكلام ده وما دخلش فيه، ولكن طلع بالبيشوب ديفلوبمنت عايز يبيت. ويليام شتاينتز على طول يطلع بالبيشوب في الجي 6 عايز الكوين، وهنا كيرت كان لازم يرجع بالبيشوب، وده اللي حصل في الجيم. ولكن خليني اوريك، لو كان زق على البيشوب كان هيلاقي الروك اي 1 خطيره جدا، عامل بريشر على البيند بيشوب. لو فكر ان هو يحميه بالشكل ده بيخسر على طول النايت بتاعه. طيب اللي اتلعب في الجيم كالاتي، رجع بالبيشوب بتاعه. هنا ويليام شتاينتز يلاقي فكره جميله جدا، مجموعه من التبادلات في سنتر البورد عشان فكره معينه هنشوفها مع بعض. اولا هيجراب النايت، نايت تيكس، كوين تيكس، بيشوب تيكس، نايت تيكس. طب هو حقق ايه كده؟ اولا الاسود على بعد خطوه من التبييت، ولكن الابيض اللي عليه اللعب، وده كافي جدا. ليه كافي؟ لان ويليام شتاينتز على طول لعب على الويكنس وراح بالروك في الاي 1. فكره الروك اي 1 ان انا بمنع كيرت من التبييت، ولكن هو لقى فكره تانية، زق الاف 6 على اساس ان هو عايز يستخبى بالكينج ويجيب الروك في الاي فايل ويبدا يكاونتر افكار شتاينتز. ولكن هنا شتاينتز على طول يروح بالكوين في الاي 2 عايز تشيك ميت، يضطر ان هو يرجع بالكوين. طيب في ايه عند شتاينتز لسه مش متاكتف؟ هي الروك. الروك على طول تمسك السي فايل، سيمي اوبن فايل. طيب يزق البون، انا مش عايز خالص اي افكار هجوميه على السي فايل. ولكن هنا ويليام شتاينتز يلاقي فكره فعاله جدا جدا، هي ايه؟ الاكتيفيتي. الاكتيفيتي في الشطرنج اهم بكتير من الماتيريال. انك تاكتف البيسز ويكون في تناغم في بناء هجمه اهم بكتير من الماتيريال نفسها، وده اللي عمله ويليام شتاينتز. وعلى طول يزق الدي 5. فكره الدي 5 ان انا بكل بساطه عايز اشرك النايت بتاعي في اللعب واجيبه من الدي 4 على
الاي 6. كيرت كل البون بكل بساطه. ويليام شتاينتز ينط مكمل في فكرته، وهنا قال لك انا ههرب من البن ولما ينط ابقى اشوف هنعمل ايه. فعلا ويليام شتاينتز ينط بالنايت بتاعه، مهدد طبعا الروك تنزل في السي 7. طيب هيكونتر الموضوع ده ازاي؟ يجيب الروك اللي في الاتش قدامها. ماذا بعد يا ويليام شتاينتز؟ على طول الكوين يسافر للجي 4، محضر ان هو ينزل ينقض على الجي 7 بون، ولكن هنا كيرت يزق البون. هنا بقى تقف شوية وتقول لي لو انت مكان ويليام شتاينتز هتلعب ايه؟ اعتبر انك وقفت ورجعت، والنقلة الجميلة الرائعة البريليانت هي نايت تشيك من الجي 5. طب عايزة ايه؟ بكل بساطة انا عامل ديسكفرد تشيك وعايز الكوين. طيب هيرجع بالكينج، هعمل ايه؟ ويليام شتاينتز يلاقي فكرة جميلة جدا وهي تضحية للروك. روك تيكس النايت بتشيك. هتقول لي جميلة في ايه؟ هقول لك ده فيها تفريعات متات لا حصر لها زي ما هنشوف، ولكن خليني اشوف اوريك الاول اللي اتلعب في الجيم وبعد كده نحلل التفريعات دي لانها جميلة وممتعة جدا. اولا الكينج دخل في الاف 8، ما اقدرش دلوقتي اكل الكوين لان عندي ويك باك رانك. طيب وبعدين ياخد كمان تشيك بالروك، يدخل في الجي 8 ياخد كمان تشيك بالروك. طبعا جدير بالذكر ان انا لو كلت الروك دلوقتي في هذا الوضع على طول الروك بتاعتي بتنزل تنقض على الروك دي. روك تيكس كوين تيكس ويبقى كوين ونايت قدام روك. طيب وبعدين يدخل كمان في الاتش 8 على طول الروك وراه مش هتسيبه، وهنا سلم كيرت. طب سلم ليه؟ ايه فين الميت؟ هنشوفها مع بعض دلوقتي. اولا هيرجع تاني في الجي 8. هنا في اختيارين، اما انه يروح في المربع بتاع الاف 8 او الاتش 8، ولكن خلينا نحلل الاثنين. لو راح في الاتش 8 في الاف 8 النايت على طول ينزل بتشيك، يضطر ان هو ياكل الروك والا هياخد ميت. يعني لو جه هنا على طول الكوين بتاعي بينزل ياخد الكوين بتشيك ميت. طيب لما ياكل الروك على طول انا باكل الكوين بتاعه وطبعا ويننج لان ساعتها هاخد التو روكس ومعايا كوين وبدي ميت من كل حته. طيب لو راح في الاتش 8 هنعمل ايه؟ لو الكينج دخل الاتش 8 هنروح الاول بالكوين في الاتش 4 نجبره ان هو ياكل الروك، وساعتها تبدا المرجحه بتشيك الاول ينزل تحت في الاف 8. طبعا ما اقدرش اكل برضو الكوين دلوقتي لانه في مات تحت في ويك باك رانك عندي، فاديله تشيك يطلع تشيك ينزل تشيك يطلع تشيك تاني ينزل. كل ده فورسد موف. تشيك اخير يعمل كفر بالكوين وساعتها ياخد تشيك بالنايت، يطلع ياخد تشيك ميت بالكوين. فاكرين تضحية الروك؟ طب لو كان كل الروك التاني على طول تخش بكش، وهنا الكينج قدام 3 اختيارات، اما انه يرجع في الاف 8 او في الدي 8 او يطلع في الدي 6. لو رجع في الاف 8 بجراب الكوين عادي، بكابشر الكوين مفيش اي مشاكل. طيب لو نزل في الدي 8 بالشكل ده على طول بروح بالنايت تشيك. طبعا ما يقدرش يجي المربع ده وهيضطر ان هو يروح على الديسكفرد تشيك. يعني لو جه هنا على طول بروح بتشيك ديسكفرد تشيك وباخد الكوين بتشيك ميت. لو جه هنا باخد بتشيك ميت. طيب يبقى الاختيار الثالث وهو انه يطلع في الدي 6. ساعتها بديله تشيك جميله من هنا، ينزل بياخد التشيك الثانيه، هيسيب الكوين على طول بقوم واخد الكوين بالروك، ولكن يستخبى بقوم مديله تشيك اخيره يكفر بالروك، باكل الروك بياكل الكوين بياخد كش مات ملهاش حل، الكوين بتاعه متثبت. جيم مليان افكار جميله جميله جدا. طيب لهنا تكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك على خير واشوفك في حلقات جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.